السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثر في الآونة الأخيرة كثر في مواقع التواصل وتويتر واليوتيوب وغيره من صفحات مجهولة المصدر ومنها معلوم المصدر، من لا هم له إلا سب الجزائر وشتمها وتشويه تاريخها وسب شهدائها ومقوماتها، حتى وصل الأمر بهؤلاء إلى قذف أنساب الجزائريين وإلى مسح تاريخ الجزائر ومسح كيان الجزائر. قال لك لا توجد دولة في الوجود يعني أمة اسمها الجزائر إلا بعد أن أعطتها فرنسا الاستقلال، كأن فرنسا جاءت واحتلت الحيوانات برية ثم جاءت بشعب وبنت له دولة ثم سمته الجزائر. يعني فكرة ذكية جدا. وهؤلاء يعني لا ينشطون إلا بالسب والشتم وتشويه التاريخ، وهم لديهم الخبرة الإعلامية صراحة، خاصة في مواقع التواصل وفي اليوتيوب وإلى غيره، أفضل منهم، يهتمون بتاريخهم ويدرسونه. ونحن تجد أن رواد مواقع التواصل عندنا سواء في التيك توك أو في اليوتيوب إلا ما رحم ربي أغبياء سذج بلهاء ركيكين، ليست لديهم أي مواضيع تطرح، إنما ما كوميديا غبية وما أدري يوميات فلان ويوميات فلانة، ويعني أشياء ليس لها أي فائدة. بينما الجزائر تتعرض لهجمة شرسة على كل الأصعدة، وخاصة في هذا الجانب الصعيد التاريخي، لأن محو تاريخ أمة وتشويهه يعتبر أكبر ضربة لتلك الأمة والقضاء عليها. وهؤلاء الذين يجعلون من أنفسهم إمبراطورية عظمى تنافس الحضارة الفرعونية وتنافس الدولة الأموية وما إلى ذلك، ويجعلون من الجزائر مجرد كيان لقيت لا وجود له في التاريخ، وأنهم هم أصحاب الفضل علينا وكانوا يتحكمون فينا وكنا تابعون له، طبعا عن طريق تشويه التاريخ والخدعة الكبرى التي يأخذون كلمة مغرب من كتب التاريخ وينسبون أي شيء نسب إلى المغرب في الفترة الوسيطة إلى مراكش والرباط. والمغرب في كتب التاريخ كان يعنى بها المغرب الإسلامي من ليبيا حتى طنجة، لكن هم يقتصرون على تلك الرقعة البائسة التي اسمها اليوم مملكة المغرب، ويقولون آسف على كلمة بائسة، ويقولون أن هذا التاريخ كله نحن صنعناه، وفي الحقيقة هذا تزوير تاريخي. ولذلك وجود نحن من تسببنا في أن يعني يتمادى هؤلاء في السب والشتم والقذف، لأننا نرد السب بالسب والشتم بالشتم والركاكة بالركاكة، بينما لو أننا ترفعنا وقمنا بالرد بالوثائق التاريخية كما يفعل محمد دومير وفقه الله وجزاه عن الشعب الجزائري خيرا، وكما يفعل بعض المؤرخون مثل محمد غيث وإلى بالغيث وإلى غيرهم، هؤلاء يعني لو أننا نحن نقوم بمثل ما يقدر عندنا هؤلاء يعني ونهتم بهذا الأمر، أفضل من أن نهتم بهدف محرز وهدف بلايلي وبلايلي انتقل، هذه لا فائدة فيها، لا تفيدنا في شيء، لأن الجزائر اليوم تحارب على جميع الأصعدة بين الدول التي تحارب على جميع الأصعدة، ونحن نعلم أن موقف الجزائر من الصهيونية وموقف المغرب من الصهيونية يجعل منا على حذر دائم.